طيب لو انت حاسه ان انت عندك ووتر ريتنشن او ميه زياده، فهنا السبب الرئيسي ليه ان انت بتدخلي كالوريز اعلى من احتياجك بكتير، ومعظم الكالوريز دي بتبقى من الكربوهيدرات، وفي نفس الوقت بيبقى فيها صوديوم عالي. يعني لو بتاكلي من الشارع كتير او بتاكلي فاست فود كتير، الفاست فود الكتير ده بيبقى فيه سعرات عاليه كتير وكارب كتير وصوديوم كتير. لما نبتدي نظبط الموضوع ده، لما نبتدي نقلل كميه الصوديوم اللي احنا بندخلها في جسمنا يوميا، تمام، المفروض ان هي ما تزيدش في، يعني الشخص البالغ المفروض ان نسبه الصوديوم في جسمه ما تزيدش عن 2400 مللي جرام كحد اقصى، ودول حوالي 5 جرام ملح يوميا. فالصح ان احنا نقلل كميه الصوديوم اللي احنا بندخلها في اليوم بتاعنا، وان احنا نبتدي نعمل نظام غذائي صحي. إن النظام الغذائي ده يكون فيه سعرات حراريه اقل من احتياجنا، تمام، وفي نفس الوقت نراعي الحاجات التانية اللي ممكن يبقى فيها صوديوم. يعني خلي بالك ان كل المعلبات وان الحاجات المحفوظه دي بيبقى فيها صوديوم. خلي بالك برضو ان اللحوم المصنعه زي اللانشون والبسطرمه والكلام ده كله بيبقى فيه صوديوم عالي. يعني الحاجات اللي فيها صوديوم عالي